اول وصفة معانا استخدمت فيها نص كيلو من البانيه زي ما شايفين كده، غسلاه كويس جدا ومصفياه من اي مية فيه. وبعدين جبت بولة ضفت فيها معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل. وهضيف التوابل ملح وفلفل اسود بصل بودر وثوم بودر كزبرة ناشفة وبهارات فراخ، وبضيف كمان قرفة وجنزبيل حوالي معلقة صغيرة من كل حاجة. بضيف كمان معلقة صغيرة من الزعتر وبس كده. دي التتبيلة اللي هنستخدمها النهاردة. احنا هنعمل النهاردة بانيه مشوي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وقلبت التتبيلة كويس وهبدأ بقى اضيف فيها البانيه زي ما شايفين كده. اهم حاجة بقى سيبي البانيه في التتبيلة دي وقت كويس عشان يتشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو. وبس كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. تبلنا البانيه بالتتبيلة البسيطة دي لكن بجد طعمها روعة. هنبدأ بقى كده نسيب البانيه على جنب. هنبدأ بقى نجهز مكرونة هنقدمها جنب البانيه، وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان سريعة. وجبت حلة ضفت فيها شوية من الزيت، ولما سخن معانا بدأت انزل بكيس من المكرونة. الكيس ده حوالي نص كيلو، وفضلت اشوح فيها لحد ما اتحمرت واخدت معانا لون ذهبي زي ما شايفين كده. وعلى طول ضفت عليها شوربة كنت مطلعاها من الفريزر، سخنتها ولما غلت معانا ضفتها للمكرونة. سبتها الاول على نار عالية، بعدين هديت عليها النار لحد ما استوت وبقت معانا بالشكل ده. وفي نفس الوقت كده هنبدأ نشوي البانيه. جبت طاسة سخنتها الاول على النار او صينية، اهم حاجة تكون مش بتلزق، وننزل بقى بالبانيه بالشكل ده. اهم حاجة تكون الصينية او الطاسة اللي هتستخدميها تكون سخنة جدا والنار تكون عالية عشان البانيه ما ينزلش معاكي اي مية. ولما يبدأ ياخد معاكي لون من تحت تبدأي تقلبيه على الوش التاني، وبالتقليب بقى المستمر كده من وقت للتاني لحد ما ياخد لون حلو وتلاقيه معاكي استوى. مش بياخد وقت خالص، بيستوي معاكي بسرعة جدا. وفي الاخر بقى ولعت كده قطعة من الفحم وحطيتها كده في نص البانيه وغطيتها عشان تديله ريحة الشوي. وبكده عملنا أكلة سهلة وبسيطة خلصت معانا بسرعة جدا، من أكلات الصيف السريعة المنجزة اللي مش هتوقفك كتير في المطبخ. كمان طعمها حلو جدا، شايفين قد ايه البانيه من جوه طري وكمان كريسبي كده من بره وطعمه حلو جدا. تتبيله بسيطه وسريعه جدا لكن النتيجه روعه. جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم قوي. استخدمت كميه من البانيه قطعتهم كده لقطع صغيره او شرايح شاورما بالشكل ده، وضفت عليهم علبه من الزبادي، ضفت عليهم كمان حوالي معلقتين كبار من الصلصه، ضفت كمان كيس من مرقه الدجاج الفوريه او تقدري تستخدمي طبعا مكعب مرقه، ضفت كمان حوالي معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من الزيت، ضفت كمان معلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الصويا صوص. وهضيف البهارات ملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفة وكمان شوية من بهارات الفراخ، وهقلب بقى كل ده مع بعض كويس جدا. طبعا اهم حاجة بقى ان احنا نسيب الفراخ في التتبيلة وقت كويس او كمان نبيتها، هتبقى شاربة من التتبيلة وطعمها هيبقى حلو جدا. كمية البانيه اللي انا استخدمتها في الوصفة حوالي كيلو الا ربع من البانيه. ضفت في الاخر كمان حوالي عصرة نص ليمونة وهقلبها كويس، وطبعا نسيبها في التتبيلة وقت كويس عشان تبقى طعمها حلو. هنبدأ بقى نسخن طاسة على النار وهضيف فيها الشاورما بالشكل ده. اهم حاجة بقى ان الطاسة تكون سخنة جدا عشان الفراخ ما تنزلش مية كتير. ولما تبدأ تاخد معانا لون من تحت او الفراخ تغير لونها نبدأ بقى نقلبها، ولما تبدأ الفراخ تشرب اي مية نزلت منها هتبقى كده خلاص استوت معانا. في الاخر بقى هنحط كده في النص قطعة من الفحم وهنديها بقى طعم الشوي. هنغطي عليها ونسيبها شوية وبعدين نقدمها بالشكل ده. طعمها حلو جدا. وقطعة الفحم دي طبعا فرقت كتير في الطعم، تقدري طبعا تضيفيها او لا زي ما تحبي. قدمت الشاورما بالشكل ده في السندوتشات. طبعا تقدري تعمليها في عيش سوري او تعملي جنبها رز ومكرونه. طبعا قدمي بقى معاها كمان بطاطس وصوصات كاتشب او مايونيز او توميه زي ما تحبي. وجبت بوله ضفت فيها كميه من البصل، دول حوالي كده بصلايه كبيره مفرومه انا شايلاها في الفريزر كده، طلعتها طبعا وضفتها كده في البوله. وهضيف عليه كمان كميه من الفلفل الاحمر المفروم، حار طبعا او بارد بقى زي ما تحبي. وهستخدم بقى صدر فرخه، هبدا اقطعه بالشكل ده، طبعا غسلينه كويس جدا الاول. هقطعها طبعا اي تقطيعه يعني مش هتفرق لان هنضيفها كده في الكبه عشان نفرمها. ضفتها في الكبه وضفت عليها البصل المفروم والفلفل، وهضيف البهارات. ضفت ملح فلفل اسود، وهضيف كمان بصل بودر وثوم بودر وشويه من بهارات الفراخ. ضفت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبضيف كمان جنزبيل وشويه قرفه لو حابه. ضفت كمان معلقتين كبار من الدقيق. اي بهارات بقى بتحبي تزوديها في الوقت ده زوديها. وهنبدأ بقى نفرم كل ده كويس جدا لحد ما الخليط يبقى معانا ناعم جدا. واحنا بنعمل كفتة فراخ بطريقة بسيطة جدا وسهلة وطعمها هيبقى حلو جدا. جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم قوي. فرمت الخليط كويس جدا لحد ما بقى ناعم معانا بالشكل ده. هنبدأ بقى نفضيه كده في بولة او طبق. لو لقيتي كمان معاكي الخليط ناعم بزيادة تقدري تضيفي معلقتين كبار من البقسماط او الدقيق. انا ضفت كده معلقتين بس. طبعا سيبي بقى العجينة دي ترتاح شوية في التلاجة، هتلاقيها بقت معاكي مش بتلزق قوي.
وبعدين هنبدأ نصبعها او نشكلها. وشكلتها كده على شاليمو زي ما شايفين. هنبدأ كده اشكلها على شكل صوابع، تقدري تخليها دواير او اقراص او كمان زي البرجر، يعني زي ما تحبي. لو لقيتي كمان العجينة معاكي بتلزق بزيادة، ادهني ايدك بشوية من الزيت زي ما عملت وشكلي كده الكفتة. حجم بقى اللي تحبيه، كبير او صغير او متوسط زي ما عملت. وخلصت كل الكمية، رصيتها في صينية مدهونة بالزيت، وكمان هرش كده رشة زيت فوق الوش، وهبدأ بقى ادخلها الفرن. وعلى ما الكفتة معانا تستوي هنجهز شوية رز نقدمه كده جنب الكفتة، رز مبهر او رز اصفر. ضفت الاول شويه من السمنه على الزيت وبدات اضيف البهارات، ضفت ملح، ضفت ورق لوري وشويه من القرفه والجنزبيل وكمان كركم، ضفت كمان ورق لوري وفصوص حبهان لو عندك. اهم حاجه طبعا الكركم هيديها لون حلو. قلبت بقى التوابل دي في الزيت او السمنه، وهبدا اضيف الرز. بدات اشوحه كده كويس مع التوابل لحد ما يسخن معانا، ونبدا بقى ننزل عليه بالميه وهنسيبه بقى لحد ما يستوي. اهم حاجه شوحي الرز كده شويه حلوين عشان يطلع معاكي مظبوط، وبعدين ضيفي الميه بالشكل ده وهنغطيه ونسيبه بقى لحد ما يتشرب اي سوائل فيه، وبعدين نهدي عليه النار لحد ما يستوي ويبقى بالشكل ده. الرز تحفه ما شاء الله، لونه حلو وكمان ريحته حلوه قوي وطعمه كمان حلو وسهل، ما اخدش معانا وقت. وعلى ما الرز استوى كانت كمان الكفته استوت معانا وخرجتها بالشكل ده من الفرن. تقدري تحطي فيها كده في النص قطعه فحم لو حابه. سخنتها على عين البوتاجاز وبدات اضيف عليها شويه زيت كده، وطبعا نغطي عليها عشان تبقى تاخد كده ريحه الشوي. وقدمنا الاكل بالشكل ده ما شاء الله، كان حلو جدا. قدمت الرز معاه الكفته، معاه كده شرايح من الخيار والطماطم. تقدمي كمان جنبها سلطه لو حابه. تحفة جدا، طبق شكله حلو قوي وطعمه كمان حلو وتغيير، واكلة سهلة وسريعة من اكلات الصيف السهلة اللي مش بتاخد معاكي وقت وكمان مش هتوقفك كتير في المطبخ. كمان كفتة الفراخ بتعمل معاكي كمية كويسة جدا، يعني بصدر فرخة عملنا وجبة غدا ليوم، وكمان الكمية ما شاء الله حلوة جدا. زي ما شايفين صباع الكفتة كده كبير، كمان لو صغرتي حجم صباع الكفتة هيبقى معاكي الكمية اكتر. يعني كمان الاكلة ما شاء الله حلوة جدا واقتصادية، وكان الاكل ما شاء الله تحفة. الرز كمان طعمه حلو قوي، البهارات عطياله طعم حلو جدا وكمان قيمة غذائية. استخدمت فيها ربع كيلو من البانيه زي ما شايفين كده. الكمية دي بسيطة جدا، دول كده حوالي ربع كيلو. غسلته طبعا الاول كويس جدا وبدأت اقطعه كده بالمقص لقطع صغيرة. جبت حلة على النار، ضفت فيها شوية من الزيت ونزلت عليها ببصلاية مفرومة او مقطعاها كده لقطع صغيرة. شوحت البصل بالشكل ده، وبعدين نزلت عليه بحوالي فصين من الثوم المفروم. هشوحه مع البصل لحد ما يدبل معانا، ونبدأ ننزل بقطع الفراخ اللي احنا قطعناها كده لقطع صغيرة، وهنشوحها مع البصل والثوم بالشكل ده لحد ما الفراخ تبدأ تغير لون. هنبدأ بقى نضيف ملح وفلفل اسود، شوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون، شوية من القرفة والجنزبيل، واي بهارات بقى بتحبي تضيفيها ضيفيها في الوقت ده. بضيف كمان شوية من الزعتر، وبشوح بقى كله كده كويس جدا. وهنبدأ ننزل عليهم بقى بصلصة طماطم كنت ضربها في الخلاط. زودت طبعا عليها كمان شوية مية عشان انا عايزاها تكون كتير. هغطيها بقى وهسيبها لحد ما تغلي، تتسبك معانا او تغلي كده غلوتين، ونبدأ بقى نضيف عليها المكرونة. انا استخدمت حوالي نص كيلو من المكرونة. قلبتها وغطيتها، سبتها طبعا على نار الاول عالية، وبعدين من وقت للتاني بفضل اقلبها، وبعدين بهدي عليها النار وعلى طول بتستوي، مش بتاخد معاكي وقت. اول ما تلاقيها استوت معاكي تقفلي على طول النار وتقدميها على طول كده وهي سخنة. حبها طبعا يكون فيها صوص اكتر، بتزودي الطماطم او شوية مية كده وانتي بتسبكي الطماطم. وقدمناها بالشكل ده. قدمت معاها كمان طماطم مقطعاها كده الحلقات، متبلاها بشويه ملح وفلفل اسود، وكمان عملت معاها عصير جوافه. وكانت اكله جميله جدا سهله وسريعه، وكلها كده في حله واحده. قطع الفراخ مع المكرونه تحفه جدا، بسيطه وسريعه، ومن اكلات الصيف المنجزه اللي مش هتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها وبتخلص بسرعه جدا.